النهاردة هنعمل الشيش طاووق الخضار بدل الفراخ. طريقة حلوة جدا هنعملها في الاير فراير. ان شاء الله تعجبكم. هجيب فلفل الوان، بصل صغير، بتنجان، مشروم، طماطم وكوسة وجزر. ممكن طبعا تحطي اي خضار تاني، لو بتحبي اي خضار تاني ممكن تحطيه في السيخ، بس دي الخضروات اللي انا بحبها. بعد كده بقى هبدأ أقطع كل الخضار، يعني مكعبات كده تخينة، يعني حلقات. أهم حاجة إن الحلقات تبقى تخينة علشان خاطر أحطها في السيخ ولسه هتتحط في الاير فراير، فلازم تبقى سميكة. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. هاجي عند الفلفل الألوان بقى هحطه سليم، والبروكلي قصدي المشروم هحطه سليم برضو، الطماطم هحطها سليمة، البصل هحطه سليم، مش هقطع اي حاجة. كل بس اللي قطعته اللي هو الكوسة والبتنجان والجزر. هجيب بقى الكبة بتاعتي وهعمل خلطة التتبيلة بتاعت الخضار. هحط بصلاية وطماطماية وتوم وحتة من الفلفل الحراق. لو مش بتحبي السبايسي ممكن تستبدليه بفلفل اخضر عادي. بعد كده هحط البهارات بقى، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وزعتر. طبعا لو بتحبي اي بهارات تانية حابة تضيفيها مفيش مشكلة. في ناس بتحط ملح وفلفل وزيت زيتون وخلاص، انا بحب اتبل الحاجة كويس. هحط معلقة من الليمون الجاهز، لو عندك ليمونة يعني حقيقية ممكن تعصريها، انا عندي عصير ليمون جاهز. وهحط برضو رشة من الخل، الخل عندي خلص بس انتي بيحطي معلقة خل. وزيت عادي او زيت زيتون تحطي مثلا معلقة منه. بعد كده هضرب كل المكونات دي في الكبة. يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبتله، فكلنا بغت حب في ناظرة إليك. بعد كده هجيب الخضار اللي انا غسلته وقطعته وانزل عليه الخلطة اللي انا لسه عاملاها دلوقتي. قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله، بحثت في ليل قلبي هجيب جوزة الطيب وابشر منها مثلا نصها على التتبيلة. غير بدر ظل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمرا وأشعله. بعد ما حطيت جوزة الطيب هقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا، واغلفها، احط عليها بلاستيك واحطها في التلاجة مثلا ساعتين، او احيانا بحطها قبليها بيوم تتبل. لو ما عندكيش وقت ممكن تستخدميها على طول، بس عشان الخضار يشرب التتبيلة حلو يعني. الافضل انك تحطيها ساعتين. قررت ازود شوية ملح كمان لان حسيت الملح قليل قوي، فهزود ملح وهزود شوية شطة برضو. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة
بس خلاص هحطها في التلاجة لمدة ساعتين تقريبا، وبعد ساعتين هطلعها بقى من التلاجة وهحطها في السيخ. لو بتحبي الخضار كده يتحط في الاير فراير زي ما هو مفيش مشكلة. لو حابة تعمليه سيخ كده علشان لو جايلك ضيوف او حاجة يبقى الشكل احلى، ممكن تعمليها بالشكل ده. فإن السعي منكم يبور، جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك ملهوكا لتحمله، الذنب يثقل ده شكلها بعد ما حطيت فيها الخضار. فأين أمضي وحولي الوزر والوله، يا ربي هعمل بس السيخين قدامكم والباقي انا هعملهم لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شوقا يرتل في حزن انتبهت له، فكل نبضة حب في ناظرة، إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله، بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوسعه شمعا وأشعله، يا رب تعلم قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى خلاص عملت الاربع اسياخ بتوعي. يا رب خذوا هي كده مش هتيجي في الاير فراير، هضطر ان انا اشيل شوية من السيخ نفسه عشان يقدر ان هو يدخل بسهولة في الاير فراير. انتبهت له، فكل نبضة حب في ناظرة، إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي ما جاش برضو الاير فراير بتاعتي يمكن صغيرة شوية، فهقص منها اكتر. قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوسعه شمعا وأشعله، يا رب تعلم قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. بس كده قدرت ان هي تدخل بسهولة. كتاب الله للأرواح نور، تنال به
هحط بقى الحاجات اللي انا شلتها من السيخ دي واحطها على جنب حوالين السيخ. بس هو ده شكل السيخ بعد ما انا حطيته في الاير فراير. هجيب بقى الاير فراير احط فيها البوكس. بعد كده هشغلها على برايل اللي هو الشوي. هحطها لمدة 12 دقيقة على درجة حرارة 400. بعد كده اسيبها تستوي 12 دقيقة كويس جدا. الخضار هو اصلا بيستوي بسرعة. هاجي بقى للقطعتين اللي انا خلصتهم، هلفهم واحطهم في بلاستيك وارجعهم الفريزر وقت ما احتاجه ابقى اطلع اطبخه تاني يوم تاني. جيت كده على نص الوقت الجهاز بتصفر بتديني اشارة ان انا الف الخضار على الناحية التانية. هقلبه بقى علشان الخضار يستوي على الجنب التاني. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي. بس كده هرجعها تاني. كده فاضل 5 دقايق ونص وتخلص. الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له، فكلنا بغت حب. بس كده الوقت خلص. برضو صفرت تاني لما الوقت خلص، فانا رحت فتحتها علشان اطلع منها الخضار بعد ما استوى. اهم حاجة لما تخلصي الاكل ويستوي لازم تفتحي عليها الاير فراير، لان طبعا بيبقى سخن جدا من جوه، فلو سبتي الخضار وما فتحتيش الاير فراير هيستوي اكتر من كده وممكن يتحرق كمان. فياريت اول ما تصفر ان هي خلصت ياريت على طول تشيلي منها الخضار، او تفتحي الدرج وتسيبيه مفتوح، ما تسيبيهوش مقفول على السخونية بتاعته اللي جوه. الحاجة هتتحرق، هتستوي زيادة عن اللزوم اكتر من اللي انت عايزاه. ده شكل الخضار بعد ما استوى. طعمه طبعا كان يعني حلو قوي قوي. عامل بالظبط زي الخضار السوتيه او المشوي مثلا اللي انت شوياه بالظبط، وخفيف عليه بس معلقه زيت واحده. ممكن تحطي زيت زيتون، ممكن تستخدمي زيت عادي زي ما تحبي. بس كده ده كان شكله النهائي بعد ما خلصت. اتمنى ان الطريقه تكون عجبتكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عايزين اي وصفات تانية في الاير فراير، اي اكله يعني اعملها في الاير فراير، يا ريت تكتبولي في الكومنتس ايه الاكل اللي انتوا حابينه اطبخه في الاير فراير. تصبحوا على خير.